بصوا يا جماعه، عشان الموضوع بقى مستفز لدرجه مبالغ فيها. ما ينفعش ان احنا نعالج عيالنا على الفيسبوك. انت ممكن تخش تدوري على معلومه، جرعه الفي دروب مش عارف ايه، انما ابنك عيان لازم تكشفي. واحده منزله بوست بتقول ابني بتعالجه الصفرة بايه، ايه الدواء اللي بتعالجه بيه الصفرة، حاجه كده. هو للدرجه دي؟ ده مرض خطير، يعني ممكن مخ الطفل ده يبوظ للابد. ولو لفيت الدنيا ودفعت ملايين الدنيا عند دكاتره المخ والاعصاب مش هتلاقي له علاج. ليه؟ عشان حضرتك رايحه تتعالجي عند جروب الامهات، بتسالي تجاوبك، وتلاقي بقى الامهات اللي تقول لها حط في الشمس، واللي تقول لها مش عارف اديله لبن صناعي، واللي تقول لها بس رضعيه مفيش مشاكل. هو انت قستي ولا حللتي ولا عرفتي نوع الصفرة فسيولوجيه ولا تكسيريه ولا محتاجه حقن المضادات، ولا انت عرفتي اي حاجه؟ انت تعرفي حاجه اصلا ولا هم يعرفوا حاجه؟ مش للدرجات دي يا جماعه. يعني مش تلاقي واحده منزله صوره دواء كالسيوم، تقول لهم ايه رايكم في الدواء ده، والناس كلها بقى ده تحفه، ده جميل، دواء كورتيزون ده جميل، ده تحفه، الدكتور كتبه لبنتي. الدكتور كتبه لبنتك في وقت معين مش لكل الاطفال، ولا ينفع لبنتك المره الجايه. مش كده يا جماعه، كل حاله ولها علاجها حتى لو الاعراض متشابهه. احنا اكتر دوله فيها عيانين عشان احنا اكتر دوله بتفتي في اي حاجه، حتى الطب ملوش اهل. اي حد بيتكلم في الطب، يعني لو رحت اي دوله في العالم سالت واحد ماشي في الشارع في الطب يقول لك ايما نوتة دكتور، يعني شوف بقى دكتور اساله. هنا لا، عادي يخش على اي جروب اسال كده على دواء كحه 5000 صنف هيتكتب، بصرف النظر الطفل ده بيكح عنده التهاب رئوي ولا عنده التهاب شعبي ولا عنده اي حاجه. فيعني ارحموا عيالكم. انتوا بتدفعوا ملايين بعد كده عشان تعالجوا المشاكل اللي انتوا عملتوها وانتوا صغيرين، مش هتتعالج. يعني مفيش حاجه اسمها اصل مش لاقي اكشف، مستشفى الحكومه ببلاش وبنكشف كل يوم على 1000 طفل مجانا.